بيبدأ الفيلم في مدينة حلب في سوريا، وبنشوف ريتر اللي بيكون شغال رئيس قسم في المخابرات الأمريكية، وبيطلب فرقة قوات خاصة من الجيش الأمريكي علشان يحرر دبلوماسي أمريكي اتاخد أسير عند الجيش السوري. وفعلا بتوصل الفرقة وبتهجم على المكان اللي محتجز فيه الراجل، لكنهم بيتفاجئوا إن اللي خاطفينه جنود روس مش سوريين، وبيحصل قتال عنيف جدا ما بينهم. لكن بتنجح رئيسة الفرقة كارين والمساعد بتاعها جون انهم يخلصوا على كل الجنود الروس وبينقذوا الدبلوماسي وبيخرجوا على الفور. ولما جون بيقابل ريتر بيتخانق معاه لانه كذب عليهم. وبعد 3 شهور بنشوف جون ومراته قاعدين عند اخوه وبيهزروا سوا، فبيعرف جون اخوه انه ناوي يقدم استقالته من الجيش لما مراته تولد لانه محتاج يعيش حياة هادية. فبينصحوا اخوه انه ما يقدمش استقالته، وده لان لما مراته تولد هيحتاج فلوس كتير جدا. لكن جون بيصر على قراره. في نفس الوقت ده بنشوف زميل جون اللي كان معاه في سوريا وهو رايح يرمي الزبالة، لكن فجأة عربية بتخبطه بقوة، هو بتدوس على راسه فبيموت على الفور. وفي نفس الوقت بيكون زميلهم التالت راكب عربيته، وفجأة بتظهر قدامه عربية وبينزل منها واحد لابس قناع وبيقتله على الفور. بعدها بنشوف جون وهو قاعد يهزر مع مراته، وبعدها بينزل يريح على الكنبة، لكن فجأة النور بيقطع في البيت كله، فبينزل علشان يجيب كشاف ينور بيه. ولكن في نفس الوقت بيكون في 2 لابسين قناع بيقتلوا مراته، ولما بيطلع جون بيلاقيهم في وشه، فبيقتل واحد منهم وبيسيب التاني اللي بيحاول يخلص عليه، لكن الطلقات اللي في مسدسه بتخلص، فبيقلع القناع وبيقوم وبيهرب من البيت على الفور قبل ما جون ما يخلص عليه. وبيروح جون يطمن على مراته اللي بيتصدم لما بيلاقيها ميتة، وبيفقد الوعي وبيتنقل للمستشفى وبيكون مصاب إصابات خطيرة، والدكاترة بيحاولوا ينقذوه. بعدها بنشوف ريتر في مقر المخابرات الأمريكية، وبيعرف القيادات انهم لحد دلوقتي مش عارفين مين اللي هجم على جون، وان في احتمال ان جون يكون لسه عايش، وانه شاكك ان جون ورجالته متورطين في عمليات مشبوهة، وبيطلب منهم الاذن انه يفتح تحقيق مع جون اول ما يخرج من المستشفى. ولما بتعرف كارين الكلام اللي قاله ريتر بتتعصب جدا وبتتخانق معاه وبتتهمه بمحاولة قتل جون، فبيطلب منها ريتر انها لو معاها اي ادلة ضده تقدمها. وتاني يوم بتروح كارين للمستشفى علشان تطمن على حالة جون، اللي لما بيسألها عن مراته وبنته بتعرفه انهم ماتوا، فبيبكي جون وبيأكد لها انه هينتقم لهم اول ما يخرج. وتاني يوم بيتم استدعاء كارين في وزارة الدفاع، ولما الوزير بيسألها عن جون بتعرفه انه انسان نظيف ومش فاسد، فبيطلب منها انها تعمل تحريات عنه لان ريتر مقدم طلب بوقفه عن العمل وتحويله للتحقيق. وبتعدي الايام وبتبدأ حالة جون تتحسن، وفي نفس الوقت بتكون كارين جمعت كل المعلومات عن الناس اللي هجموا على بيت جون، وبتجتمع بالوزير وريتر وبتعرفهم ان جون مش فاسد، وبتقدم الاوراق اللي بتثبت براءته، واللي بنعرف منها ان اللي ورا العملية دي هي المخابرات الروسية. وبيلاقي اسماء الجنود الروس اللي قتلهم جون موجودة في الملفات، ما عدا الشخص اللي هرب منه مش بيكون فيه اي معلومات عنه. فبيعرفها ريتر ان المخابرات قررت انها تقفل القضية لانهم عرفوا ان المخابرات الروسية عاوزة تنتقم لرجالتها اللي اتقتلوا في سوريا. وبيوافق وزير الدفاع على كلامه، لكن كارين مش بيعجبها كلامهم، وبتروح لجون المستشفى وبتديله نسخة من الملفات اللي معاها، وبتعرفه ان اللي ورا قتل مراته وزمايله ضابط روسي اسمه اندريا، وبتحذره انه يتصرف اي تصرف من غير ما يرجع لها. بالليل بيروح جون لبيته وبيطلع الاسلحة اللي كان مخبيها. بعدها بيروح قدام السفارة الروسية وبيمثل انه سكران، وبمجرد ما العربية بتاعت اندريا بتتحرك بيطاردها، وبيخبطوا فجأة بالعربية بقوة وبيكب بنزين على عربيته وبيولع فيها. وأثناء ما العربية بتتحرق بيدخل جواها وبيطلب من أندريا إنه يعترف، ولما بيرفض بيضربه رصاصة في رجله، فبيترعب أندريا وبيعرفه إن اللي قتل مراته واحد اسمه فيكتور، فبيقتله جون على الفور وبيخرج يسلم نفسه للشرطة. ولما ريتر بيعرف إن جون قتل أندريا بيروح للوزير وبيعرفه إن اللي حصل ده ممكن يعمل أزمة دبلوماسية مع روسيا، لكن الوزير بيطلب منه ما يتدخلش في اللي مالوش فيه وإنه هيعرف يتصرف في الموضوع. في نفس الوقت بنشوف كارين عند جون في السجن، وبتعرفه انها هتطلب انه يتعرض على دكتور امراض نفسية لانه من وقت موت مراته وهو نفسيته وحشة، لكن جون بيعرفها انه مش مجنون وانه قضى نص عمره في الحروب في العراق وافغانستان وسوريا،
ونفذ كل الأوامر اللي اتطلبت منه، لكنه اكتشف في النهاية إن الحكومة الأمريكية بتفرض سيطرتها على الدول الضعيفة بس، لكنها مش بتقدر تقرب من الدول القوية زي روسيا والصين. وعشان كده قرر إنه مش هيستسلم وهيحارب بكل قوته علشان ياخد حق مراته وابنه اللي اتقتلوا، وعمره ما هيسمع لأوامر أي حد تاني. هو بيطلب منها تتصرف وتخرجه من السجن لأن عنده معلومات مهمة جدا لازم يعرفها للوزير. بعدها بيجي العسكري علشان ينقل جون للسجن، وهناك بيطلب منه يبص للحيطة ويحط إيده ورا ظهره لأنه هيخرج من السجن. فبيرفض جون إنه يخرج إلا لما يعرف هو هياخده على فين. فبيتعصب العسكري وبيروح ينادي على زمايله علشان ياخدوه بالعافية، وفي نفس الوقت جون بيقلع التيشيرت بتاعه وبيحطه في الحوض وبيخلي المية تغرق الزنزانة علشان ما يعرفوش ياخدوه. وبيدخلوا العساكر عشان ياخدوا جون، لكنه بيتخانق معاهم وبيحصل قتال كبير ما بينهم، وبيخنق واحد منهم من رقبته وبيهددهم انه هيقتله لو حد قرب منه. فبيقفلوا العساكر عليه الباب وبيطلبوا دعم من الجيش، وفعلا بيجي القائد كيفن وبيديله الموبايل وبيعرفه انه كارين عاوزة تكلمه، وبتعرفه كارين انه هيخرج من السجن دلوقتي مع القائد كيفن، وبتطلب منه ما يعملش معاه اي مشاكل. وفعلا بيوافق جون وبيروح معاه، وبيوصلوا المصنع تبع وزارة الدفاع، وهناك بيقابلوا الوزير ومديرة المخابرات وكارين وريتر، وبيبدأ الوزير يسأله عن المعلومات اللي يعرفها. فبيعرفهم جون إن واحد اسمه فيكتور هو اللي قتل مراته وزمايله. فبتعرفه مديرة المخابرات إن فيكتور مات، وبنعرف إن فيكتور ده كان ضابط في المخابرات الروسية وكان مسؤول عن التخطيط والتنفيذ لعمليات كتيرة جدا. وفي النهاية قدروا إنهم يخلصوا عليه في بيلاروسيا من 3 سنين. فبيأكد لهم جون إن فيكتور لسه عايش وكان عنده في البيت يوم الحادثة. فبيتعصب ريتر وبيعرض صورة مجموعة من الروس وبيطلب من جون ان يتعرف على فيكتور. فبيتعرف عليه جون بكل سهولة. وقتها بيتصدم كل الموجودين لان ده معناه ان فعلا فيكتور لسه عايش. فبيأمر الوزير بتشكيل فرقة عسكرية علشان تحدد مكانه وتقبض عليه فورا. فبيطلب جون من الوزير انه هيكون معاهم في العملية دي، لكن كارين بتعترض لانها شايفة ان جون غير متزن نفسيا انه ينفذ عملية خطيرة زي دي. لكن الوزير بيوافق في النهاية على طلب جون. بعدها بتشكل كارين فريقها وبتقدر تعرف مكان فيكتور، وبيروحوا المطار لايبزيغ في ألمانيا علشان يضللوا المخابرات الروسية، وبيعرفهم ريتر انه هيقابلهم في روسيا. بعدها بتركب كارين وفرقتها الطيارة وبيتوجهوا لروسيا. ولما بتوصل الطيارة بيطلب منهم الطيار يستعدوا للقفز من الطيارة، لكن قبل ما يقفزوا بيتفاجئوا بوجود طيارة عسكرية روسية وبتطلب منهم الخروج من المجال الجوي الروسي. وبيبدأوا يضربوا عليهم صواريخ وبينجحوا في إصابة جناح الطيارة. وبيطلب منهم الطيار يربطوا أحزمة الأمان لأنه هيضطر ينزل بيهم البحر. وهناك بياخد جون الأسلحة والمعدات، لكن باقي الجنود بيخرجوا من الطيارة فورا قبل ما تغرق. بعدها بيجهزوا مركب الانقاذ وبيركبوها على الفور وبيتحركوا بسرعة في المية. بعدها بيوصلوا للمكان المفروض يقابلوا فيه ريتر، وهناك بيلمح جون لكارين انه شاكك ان ريتر بيخونهم، خاصة لانه مرضيش يركب معهم الطيارة. وقتها اول ما بيشوفوا ريتر بيهددوه بالقتل، وبيحققوا معاه وبيتأكدوا انه مش خاين وانه كان مأجر 2 روس علشان يعرفوا مكان فيكتور. بعدها بيركبوا العربية وبيروحوا للمكان اللي فيه فيكتور، وبيكون في بوابة حديد على باب شقته. فبيدخل جون وبيقفل الباب لانه بيكون عاوز ينتقم من فيكتور بنفسه. ولما بيدخل بيلاقي فيكتور جوه، اللي اول ما بيشوفه بيقول انهم بيخدموا نفس الملك، وبيعرفوا انه عميل للمخابرات الامريكية، يعني يعتبروا زمايل. وبنلاحظ ان فيكتور لابس حزام ناسف، وقبل ما يدوس على زرار الحزام بيعرفوا انهم هما الاتنين المفروض يموتوا، وان دي تعليمات وزير الدفاع نفسه، وبيفجر نفسه على الفور. بعدها بتفتح كارين والجنود الباب الحديد وبيدخلوا للمكان، وهناك بتلاقي جون مرمي على الارض وبيستنجد بيها، وبيعرفها ان الوزير بعتهم هنا علشان يتقتلوا. وبيتفاجئوا ان في قناصة بتضرب عليهم وبيصيبوا واحد من الجنود. في نفس الوقت بتوصل عربية الشرطة للمكان، لكن القناصة بيقتلوا الضباط اللي في العربية. فبيحس كارين وجون بالرعب، وبيفهموا ان كل اللي بيحصل لهم من البداية متدبر له كويس علشان تحصل حرب بين روسيا وامريكا. بيحاولوا الجنود انهم يشتتوا القناصة، وبينجح جون ورجالته انهم يقتلوا القناصين، وبيخرجوا من المكان على اخر لحظة. لكن بتكون عربيات الشرطة مالت المكان. وقتها بيقرر جون انه يشتت الشرطة علشان يقدروا بقى الجنود يفلتوا بحياتهم.
وبيطلع جون فوق السطح وبيبدأ يضرب قنابل على عربيات الشرطة، وبيقدر انه يخلص على عدد كبير منهم. اما كارين والرجالة فبينجحوا في الهروب من المكان وسط الفوضى اللي حصلت، لكن جون بيتفاجئ ان الشرطة طلعوا له فوق السطح وبيبدأوا يضربوا نار عليه، فبيرمي نفسه من فوق وبيبدأ يقتل اي حد يقابله، وبيرمي كل القنابل اللي معاه مرة واحدة وبيفجر المبنى بالكامل، وبيلبس لبس واحد منهم وبيهرب من المكان على الفور. بعدها بيوصل جون للمكان اللي فيه رجالته وبتطمن عليه كارين لانه بيكون مصاب، فبتشيله وبتركبه السفينة اللي هيخرجوا بيها من روسيا. وبيبدأ يحكي مع ريتر وكارين وبيعرفهم ان الوزير هو اللي ورا كل اللي حصل لهم، فبيقترح ريتر انهم يعرفوا الوزير ان جون مات علشان يتأكدوا اذا كان هو اللي مدبر العملية ولا لأ، وبكده يكون جون كمان هرب من السجن. وقتها بيعتذر له جون عن شكه فيه، فبيعرفوا ريتر انه سايب له في السفينة شنطة مليانة فلوس علشان يبدأ بيها حياته من جديد، وكمان عمله جواز سفر بهوية مختلفة، فبيشكره جون جدا. بعدها بنشوف وزير الدفاع قاعد في مطعم، واول ما بيدخل الحمام بيتفاجئ بجون اللي بيخنقه من رقبته بكل قوة لحد ما بيفقد الوعي، وبياخده في عربيته وبيبدأ يستجوبه علشان يعترف، وبيهددوا انه لو ما قالش كل اللي يعرفه هيقتله هو وعيلته كلها. وقتها بيعرفوا الوزير ان امريكا دلوقتي متقسمة لاحزاب، وانه لازم يكون في عدو قوي في الخارج علشان الاحزاب دي تتجمع. وبيعرفوا كمان ان امريكا مش ناوية تحارب روسيا بشكل مباشر، انما هتخلي الدول الاوروبية هي اللي تبدأ الحرب، وهي تدعمهم بالاكل وبالسلاح. وقتها هيزيد نفوذ امريكا في العالم، وبعد ما يتم استنزاف روسيا هتتدخل امريكا في الحرب وتهزم روسيا وتبقى اعظم قوة في العالم. ولما بيستغرب جون من الخطة بيعرفوا الوزير ان دي نفس خطة امريكا في الحرب العالمية الاولى والتانية، ونجحت معاها في كل حروبها. وقتها بيتعصب جون وبيشتم الوزير وبينط بالعربية في المية، ومش بيخرج إلا لما بيتأكد إن الوزير مات. بعدها بنشوف جنازة جون المزيفة واللي بتحضرها كارين، وبعدها بتروح توصل جون للمطار وبتديله جواز سفره الجديد وبتودعه. وفي نفس الوقت ده بيكون ريتر بيسمع رئيس المخابرات التسجيل بتاع وزير الدفاع، وهو بيعترف بخطته كلها وبيطلب منه انه يكشف فساد الوزير. وبعد مدة بيروح جون لريتر وبيعرض عليه انهم يعملوا فرقة عسكرية جديدة واللي هتكون متعددة الجنسيات وهدفها محاربة الارهاب الدولي، وبيطلب منه انه يعرض الفكرة دي على الرئيس شخصيا، وبتعجبه الفكرة جدا وبيوعده انه هيجيب له الموافقة بتاعة الرئيس. لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تشترك معنا في القناة علشان تشوف ملخصاتنا الجاية.